اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. شايفين ما شاء الله الجمال ده؟ عملنا فطيرة للعشاء كده سهلة وسريعة، ومش هتكلفك اي حاجة خالص. هما كوبايتين دقيق هنعمل الجمال ده كله. تابعوني يلا عشان نشوف احنا عملنا ايه. انا معايا كوبايتين من الدقيق، وبس انا عشان عايزاها كبيره شويه. لو انت عايزاها صغيره ممكن تستعملي كوبايه دقيق واحده. وهحط رشه سكر ورشه ملح بس كده، وهقلب بقى المكونات دي مع بعض. وبعدين هعجن بكوبايه لبن. لو انت عندك مش عندك لبن يعني ممكن تعجني بميه، مش مشكله خالص. ولو عندك زبادي ممكن تضيفي معلقه زبادي وتكملي بميه، مش هتأثر في حاجه يعني. تمام. وبعدين بعد ما اعجن كده بشويه احط معلقه زيت، وهكمل عجن لمدة 5 دقايق كده لحد ما العجينة تبقى لينة كده وحلوة في ايدي، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بقت لينة وحلوة. هسيبها بس ترتاح 5 دقايق. انا كنت سلقة بطاطس ههرسها عشان دي هتبقى الحشوة بتاعتنا. حشوة سهلة وسريعة وجميلة جدا، عايزة اقولك بجد لذيذة. هفردها كده بالنشابة بتاعتي. لو العجينة بتلزق بسيط خالص، بس هي ما بتلزقش عموما يعني. بس لو هتحسي اللي هي هتلزق منك، ابقي ادهني الرخامة بتاعتك زيت بسيط خالص او رشة دقيق. تمام. بس هي عموما مش بتلزق وبتتشال بكل سهولة. هفردها بقى، بس ايه، ما تخليش السمك رقيق قوي عشان ما تتقطعش منك. شايفين؟ خلاص انا كده بقت تمام. هنزل بقى بحشوة البطاطس بتاعتي وهفردها كده على الفطيرة. عايزه اقولك بجد لذيذه وحلوه جدا، سهله وسريعه تعمليها في العشاء. حاولي وانتي بتفرديها بس ما تجيش ناحيه الاطراف، خلي الحشوه في النص عشان لما نيجي نلم العجينه بتاعتنا تتلم معانا بكل سهوله، وما فيش حاجه تخرج بره من الحشوه وكده. انا هديها رشه من الجبن، كان عندي شيدر وعندي موتزاريلا. هحط برضو. لو انت مش عندك جبن مش مشكله خالص يعني، مش ما تقفيش على حاجه. حشوه البطاطس كافيه جدا وهتبقى جميله برضو. الموتزاريلا عندي ما كانتش فكة، كانت جامدة لسه، فانا حطيتها قطع كده. هلم بقى العجينة بتاعتي كده من الاطراف عشان اقفلها كويس جدا. بالراحة بس وانتي بتلميها كده من الجناب. شايفين؟ قفلتها كويس جدا. هقلبها بقى واديها فردة بسيطة خالص، بس بالراحة وانتي بتفردي. حاجة بسيطة خالص. بسيط خالص عشان بس ما تتفتحش معاكي. كده خلاص انا حطيتها في صينيه وحطيتها على نار وسط. هنعملها على عين البوتاجاز هتستوي، تبقى جميله جدا. بس ما تعليش النار قوي، خليها وسط عشان تستوي وفي نفس الوقت ما تتحرقش منك. كده خلاص هقلبها على الناحيه التانية. هي خدت لون كويس جدا من تحت واستوت. ما تخافيش هتتقلب معاكي بكل سهوله. شايفين ما شاء الله خدت لون جميل واستوت من تحت. اول برضو ما تستوي من على الوش التاني هنشيلها بقى. وبكده خلاص الفطيره بتاعتنا بقت جاهزه جميله جدا ما شاء الله. شايفين؟ اللهم بارك. هقطعها بقى واقدمها معاكم، بجد روعة والله العظيم، كان طعمها جميلة جدا ومميزة. مستنية ايه؟ لو انت محتارة تعملي عشاء ايه، قومي يلا حضريها في ثانية هتعمليها، مش تاخد منك وقت 5 دقايق وهتكون جاهزة معاكي. سهلة وسريعة والأولاد هيحبوها، وتغيير كده عن العشاء اللي احنا بنعمله كل يوم. لو الفيديو بتاعي عجبك كده متنسينيش في اللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب يكون كده الفيديو بتاعي كده كان خفيف على قلوبكم. اقول لكم بقى دمتم سالمين وفي رعاية الله.